ننتقل إلى اليمن حيث قال شيخ قباء الحاشد الشيخ صادق الأحمر إنه لا يمكن أن يظل الرئيس علي عبد الله صالح في المرحلة الانتقالية هو الآمر والناهي، مؤكدا عدم القبول بالتوقيع على المبادرة الخارجية إذا لم تشر إلى ذلك، وأعلن تأييده لمطلب شباب الثورة الذين يرفضون أي ضمانات لمن قتل أبناء الشعب اليمني. جاء ذلك خلال لقائه بالسفير الأمريكي في صنعاء الذي أعلن بدوره أن الرئيس علي عبد الله صالح رفض التوقيع على المبادرة الخليجية حتى عودة قيادات المعارضة من الخارج. رفض الرئيس اليمني عمليا وموافقة الرئيس اليمني شفويا على أنه يبادر، رفض قبول. الآن مجلس الأمن هناك استحقاق مهم سيجتمع يوم الاثنين، ألا يمكن لهذه الأيام أن تدفع الرئيس اليمني إلى أن يلتزم أخيرا بما أعلن عنه مرارا وتكرارا شفويا؟ طيب بدي أسألك سؤال. الشعب اليمني يطالب برحيل النظام زي ما الشعب السوري بيطالب برحيل النظام، وهذا محق وهذا محق، كويس، أنا مع الشعبين. طيب ليش الجامعة العربية ما اجتمعت؟ عندي موجود. ليش الجامعة العربية؟ ليش الجامعة العربية ما اجتمعت وأعطت مهلة للرئيس اليمني؟ وليش ما وزراء الخارجية العرب اجتمعوا وقالوا له يا هيك يا عقوبات؟ ليش؟ وليش ما طلبوا مناطق عازلة؟ وليش ما عملوا هيك؟ طيب يعني ممكن يعني مش من حقنا نسأل احنا يعني احنا دورنا التنويري. مش من حقنا نسأل يعني ليش ما فيش؟ ليش ما جمدوش عضوية اليمن في جامعة الدول العربية؟ مش في بقتلوا ناس في اليمن؟ طيب. ولكن هل هذا يشير؟ طيب بس انا بسأل ليش؟ نعم. ليش هذا ليش اليمن؟ ليش اليمن ليش ما جمدت عضوية اليمن؟ لأن هناك مصالح للدول الغربية وللدول العربية. لأنه في نفاق، لأنه بدهم يخربوا الثورات العربية، بدهم يخربوها. هذا الربيع العربي بدهم يخربوه، والربيع السوري بدهم يخربوه، والربيع اليمني بدهم يخربوه. أنا بحكي لك هذه المظاهرات المحقة والمطالب المشروعة للشعب السوري وللشعب اليمني وللشعب وين ما كان بطالب بالحرية، هذه مطالب مشروعة. الجامعة العربية إذا كانت الجامعة العربية حقيقة مع الثورة اليمنية بدأت قبل الثورة السورية. هي بدأت حتى قبل كل الثورات. الحراك مين سمع فيها؟ مين سمع؟ وين فيه؟ وريني أشوف. وين أحمد داوود أوغلو؟ لماذا لا وين أحمد داوود أوغلو؟ وين رجب طيب أردوغان؟ وين كل الوزراء الخارجية العرب؟ وين نبيل العربي؟ وين الزيارات الوفود العربية لليمن؟ وينهم؟ طب مش من حق الشعب اليمني على هذا الشعب الكريم، هذا الشعب العزيز، هذا الشعب الشهم، هذا الشعب المناضل، هذا الشعب الفقير اللي أغناه الله بقيمه، بأخلاقه، بشجاعته. طب مش من حقه علينا هذا الشعب نقف معاه؟ طيب هم طالبوا قبل أيام بجمعة تعليق أو حتى تجميد عضوية النظام اليمني. ليش ما فيش اهتمام بهذا الشعب؟ لماذا؟ هل لأن ليس لهم مصلحة في أن يتغير الرئيس علي عبد الله صالح؟ لأنه الآن في خطط، الآن دخلت أمريكا ركبت الثورات العربية. لما توني بلير قال نريد كنترول تشينج، يعني تغيير متحكم فيه. هذه المشكلة. احنا يعني انا اتمنى على جامعة الدول العربية طبعا تضغط على سوريا وتضغط على النظام السوري. النظام السوري لم يطبق شيء ولم يطبق من الاصلاحات شيء ولم تكن عنده نية للتطبيق اطلاقا. وعمليا انه الضغط على النظام امر مشروع، هذا لانه لم يسمع لنصائح احد على الاطلاق. لو انه من البداية على الأقل علي عبد الله صالح ربما يناور، يقول قبلت ولم اقبل، هناك مبادرة، يقول سأوقع وهناك اجتماعات. هل عمل اي من هذا يعني او مثله النظام السوري؟ عمل كل اي شيء تقول له يقول لك اهلا وسهلا، احنا نرحب بالدكتور نبيل العربي لزياره سوريا، نرحب بوفد الجامعه العربيه، نرحب بكذا. لا كلهم بيناوروا. بس السؤال يعني طيب مش من حق اخواننا في اليمن، نحن بنحكي على اليمن. مش من حقهم انهم يقولوا لجامعه الدول العربيه طيب يا اخي ما احنا عرب والله عرب واقحاح. اصلا العرب من وين؟ ما هم العرب من اليمن. أصل اليمن، أصل العروبة، العرب العاربة أصلها من اليمن طبعا، ونحن كلنا نسمى العرب المستعربة. كلنا يمنيين. بس عمليا ليش كمان من احنا حتى يكون الموقف الجامعة العربية موقف منسجم مع الطروحات اللي بيطرحوها اللي هي مساعدة الشعوب، ليش ما تكون كمان انه طب بعدين كمان هالدول هاي اللي بتطالب اليمن وبتطالب السوري، ما شاء الله الديمقراطيه عظيمه فيها. وريني البرلمانات المنتخبه في هالدول العربيه هاي، وريني فيها. يعني هذا ربما يدخلنا في سياق اخر وهو ايضا سياق مشروع للحديث فيه، ولكن هل يعني ان هذه الدول اذا لم تكن ديمقراطية وإذا لم يكن فيها الحل الأمثل لدول شعوب مثل اليمن ألا تطالب بأن لا تستنكر ما يجري في اليمن، بأن لا تستنكر ما يجري من قتل، بأن لا تقول بأنه يجب الشعب اليمني الذي يصرخ ليل نهار بأن يستمع إليه؟ طبعا من حقها. لا أنا مش بقول هيك من حقها، بس في أنه أحيانا التدخل باليمن
والتدخل في سوريا مش لمصلحة الثورة في سوريا بالدرجة الأولى، بقدر ما هي لمنع وصول الثورات إلى هذه الدول. أنا بدي يتغير النظام في سوريا، وبدي يصير في تغيير ديمقراطي، وبدي يصير في حرية، وبدي يصير في انتخابات. سوريا بلد عظيمة، سوريا هي من أساس العرب، أول إمبراطورية إسلامية قامت في سوريا. يعني كل الإسلام اللي قعدوا في الجزيرة العربية 38 سنة، لما راح على دمشق أصبح صارت الإمبراطورية الأموية، ولما راح على بغداد كانت الإمبراطورية العباسية. خلينا نصحح التاريخ. بس الآن الهدف هو أنهم يمنعوا وصول الديمقراطية إلى هذه الدول، إلى دول الخليج وإلى السعودية وإلى غيرها. هذه الحقيقة. الدول اللي رفضت أو أنها تؤيد قرار تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية مين هي؟ اليمن ولبنان والجزائر وبعدين والعراق امتنعت. طب هذه الدول مش عاشت حرب أهلية؟ مش 200,000 واحد قتلوا في الجزائر؟ مش في لبنان مش 17 سنة تخشى يحدث ما يحدث في سوريا، خاصة إشارة إلى الوضع في الجزائر. 17 سنة في لبنان، اليمن كمان قديش. يعني عمليا إحنا طبعا بدنا تغيير، بدنا تتغير هذه الأنظمة لم تحارب على الإطلاق. هذه الأنظمة يعني من 40 سنة لم تحارب حتى نكون منصفين. لكن الهدف الاساسي كمان انه يعني التدخل انه ببين انه لمصلحه الشعب السوري، لكن هو كمان يعني زي ما بقول حج وبيع مسابح، لكن في نفس الوقت كمان هو لمنع وصول لابعاد الثورات وعدم وصولها الى منطقه الخليج. هذه الحقيقه. في مجلس الامن هناك قرار أعطى مهلة للرئيس علي عبد الله صالح تنتهي يوم الاثنين القادم عندما يجتمع مجلس الأمن وسيرى ما يقرره. السفير الأمريكي قال نريد حلا لليمن وليس حل للرئيس علي عبد الله صالح والولايات المتحدة الأمريكية مع المبادرة الخليجية في صيغتها الحالية. هل تتوقع أن يضغط مجلس الأمن بقرار جديد على الرئيس علي عبد الله صالح ليوقع مرة واحدة وأخيرا؟ لن يضغطوا لسبب بسيط، لأنه القاعدة هي بترول اليمن، لأنه يريد هذا النظام أن يستمر. يا أخي لو بدهم الرئيس علي عبد الله صالح يتنحى لمنعوه يغادر السعودية، كان له طيارته ونفسوا عجالها، كان اجوا قالوا لا ما تطلعش، وكان خلوه في السعودية. لو أمريكا والسعودية يريدوا علي عبد الله صالح ألا يعود إلى اليمن لمنعوه من العودة إلى اليمن، يريدون له العودة. كل هذا كلام بيضحكوا على الشعب اليمني الطيب المسكين. حقيقة هم متواطئين لإبقاء النظام اليمني، سواء من خلال الرئيس علي عبد الله صالح أو من خلال اللي هو أسرة علي عبد الله صالح. ولكن هل سيستطيع النظام اليمني بوضعه الحالي مع استمرار التدهور الاقتصادي واستمرار الوضع الأمني الذي لا يستطيع أي إنسان أن ينكر تأثيره على الشعب اليمني، هل يستطيع النظام بحالته أن يضمن البقاء والاستقرار؟ طيب يا سيدي، لما أمريكا فرضت الحصار على نظام الرئيس العراقي صدام حسين، استمر هذا الحصار لمدة 13 سنة. 13 سنة كويس، وكان ممنوع يستورد قلم رصاص حتى ولا شيء، استمر. والناس الشعب العراقي طبعا باعوا أبوابهم، باعوا جاعوا شحدوا يعني أذلوا أهينوا، لكن استمر النظام 13 سنة. هناك آلاف في الشوارع يطالبون برحيل النظام مثل اليمن اليوم. وطالبوا الناس بالشوارع. طب وبعدين؟ طيب ما صار لهم 10 شهور بيطالبوا مساكين، الله يعينهم، كل يوم بينزلوا بالملايين. طب وبعدين؟ النظام جالس، وفي نفس الوقت أيديهم على الخناجر ولم يعني وهذه يجب أن تحسب لهم. هذه يجب أن يحمد الشعب اليمني، يجب أن يشكر إنه هذا الشعب اللي مسلح مش بس بالخناجر، وعنده بنادق، وعنده لم يطلق رصاصة واحدة. أشرت إليه رمزيا إلى السلاح يعني. طبعا قصدي طبعا هناك سلاح مظبوط. طبعا لا انا فاهم عليك. كل بيت يمني بس عمليا هؤلاء لم ينجروا الى استخدام القوه، لانهم عارفين انه استخدام القوه يعني هذه سيفرغ انتفاضتهم السلميه من مضمونها، وسيعطي النظام ذريعه اللي هو اقوى لسحق هذه الانتفاضه. لكن عمليا انه في تواطؤ غربي عربي مع النظام اليمني، هذه الحقيقه. فلذلك الرئيس اليمني بيناور وبقول لك طب اوكي بقبل خلينا قبل كل مره بيجي بطلبات جديده، خلينا نتحاور قبل ما اوقع، وخلينا نجد حلول، خلينا نمشي لمرحله الرئاسه. فلذلك يعني لانه عارف مطمئن انه امريكا لا تريد التغيير في اليمن، السعوديه لا تريد التغيير في اليمن، لانهم مش عارفين ايش بده يجي بعدين.
يعني هم بدهم نظام، بدهم يغيروا الأنظمة العربية، بدهم يغيروها، بس بدهم أنظمة تيجي موالية لها. على قياس. تعلموا في مصر، تعلموا، أجى النظام في مصر مع تحفظاتنا على بعض، أجى النظام في مصر أول شيء عملوا حرقوا السفارة الإسرائيلية في القاهرة أو اقتحموها. أول شيء عملوا الثورة التونسية المجيدة، أول قرار عملته اللي هو إنه النص في الدستور على عدم التطبيع مع إسرائيل. النص في الدستور، وهذا أول مرة، أول سابقة في التاريخ إنه ينصوا يصروا على النص في الدستور. لا يريدوا هذه الأنظمة البدائل أن تتكرر في سوريا أو تتكرر في اليمن أو بدهم سنتحدث عن اليمن، سنتحدث عن اليمن بالتفصيل.